في داك النهار هذاك انا خصني نمشي بحالي، خصني نخرج من البانيا. انا كنت حارقه في البانيا، عبد الله اللي سمع هذه ضحك عليا. هلو جايز، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. المهم هذا الفيديو هذا غادي يكون ريلاكسيشن كالم، غادي نهضروا شي شويه. يعني الا كنتي كتغسلي الماعن ولا كتصاوبي الميك اب ديالك، اجي حدايا نجمعوا شويه. في هذا الفيديو هذا غادي نقول لكم علاش رجعت للمغرب. كيف ما كنتو كتعرفوا، يعني بزاف ديال البنات اللي متبعيني عارفين بانني كنت انا عايشه في البانيا تقريبا واحد المده ديال 8 شهور. كلكم كنتو كتقولوا لي منال علاش ما جيتي لالبانيا، منال علاش. في هذا الفيديو غادي تعرفوا عليا بزاف ديال الحوايج، وغادي نديركم بحال الناس يعني اللي بغيتهم يكونوا قراب ليا بزاف. حيت انا الصراحه فاش كنت جيت هنايا لكازا، انا راني في كازا، تعجبت باش الناس انهم كيجيو كيسلموا عليا، يعني والناس عزيزه عليهم. واحد الاحساس صراحه اللي بوحدو عجبني الحال بزاف، وما ظنيتش ان شي نهار يعني شي واحد يجي يعرفك، بعدا غير واحد يجي يعرفك ويجي يسلم عليك. عمر زعما شي واحد جا عندي هكا بشي طريقه خايبه ولا عيرني ولا قال لي شي حاجه خايبه، بالعكس الناس كيجيو وكيسلموا عليا. وحده كانت عنقاتني كاع، صراحه كان عجبني الحال بزاف، ما نكذبش عليكم. المهم الا شفتوني شي نهار اجيو سلموا عليا، كيعجبني الحال اللي كيجي يسلم عليا. بزاف منكم كانوا سولوني منال علاش عشتي في البانيا، والبانيا ماشي شي حاجه، البانيا ماشي بحال ايطاليا. ولكن انا مشيت لالبانيا على حساب خدمه ديال راجلي، يعني ما كانش بامكاني انا نبقى في الطاليان وهو يرجع لالبانيا ونبقاو مفرقين. انا كنت باغيه نبقى معاه هو. المهم نرجعوا شي شويه اللور. القصه ديالنا كتبدا في المغرب، حيت انا وريكاردو تزوجنا في المغرب. ديك الساعه كنا في اكادير. المهم يلا تزوجنا، عشنا انا وياه في المغرب تقريبا غير واحد الشهر. فاش من بعد الزواج، من بعد انا صافي قررت انني غادي كنت نخرج من الخدمه ديالي. قبل ما نتزوجوا انا قررت باش انني ما بقاش في خدمتي، ماشي زعما تتزوج عاد نخرج من خدمتي، لا ما عندها زعما حتى شي علاقه. غير هي صراحه ريكاردو كان شجعني باش انني نخرج من الخدمه. قلت لكم قبل في واحد الفيديو باش ان داك الخدمه ما بقاتش كتعطيني 100%، وانا الخدمه ما بقاتش كنعطيها 100%. المهم انا بغيتو تشوفوا الفيديو، ها هو هنايا. المهم ديك الساعه حان الوقت باش اننا نخرجوا من المغرب. هي هذيك هزيت بالي هزيت شطايطي. ومهم بعت كلشي اللي عندي صراحه، بعت طوموبيلتي، بعت الاثاث اللي كان عندي في الدار، كلشي بعتو. كاين شي حوايج اللي كنت عطيتهم حتى لعائلتي. صافي انا قلت هنايا ما بقى عندي زعما ما يدار، حيت صافي بغيت نمشي لبلاصه واحده اخرى فين نبدا حياه جديده. كنا شي شويه انا وريكاردو كنا فليكسيبل، يعني كان بامكاننا نمشيو باي بلاصه، يعني نجلسوا فيها ولا نعيشوا فيها، ما عندناش مشكل. غير المهم البلاصه تكون عاجبانا والبلاصه نكونوا مرتاحين فيها. هذا الشيء كان مهم بزاف بالنسبه لينا. بقينا كندورو في البلادات الناس. مشينا اول مره مشينا للطاليان. انا مشيت فيزا توريست ديالي، قلتها لكم، مشيت فيزا سياحه. مشيت للطاليان، مشينا لميلان. المهم كنا جالسين عند واحد صاحبه بيست فريند ديالو، جلسنا عندهم شي ايامات تما. ميلان ما عجبتنيش، موسخه شويه صراحه. المهم ما عجبنيش الجو فيها، ماشي شي مدينه اللي نقدر انا نعيش فيها، ما نكذبش عليكم. هي هذه قلنا عرفتي شنو، ويلا نمشي عاوتاني عند عائلته في بوليا. جلسنا معاهم تما. طبعا المدينه حنايا ما غاديينش تما زعما باش نسكنوا فيها، ولكن غاديين زعما باش نتلاقاو عائلته ونزيدو نفكروا اين بلاد واحده اخرى اللي نقدروا نمشيو نسافروا فيها ونجلسوا. عاوتاني مشينا لزاك ريبابليك، مشينا لبورتو صراحه زوينه. هي فيها العقابي بزاف، فيها طلع ونزول. صراحه داك المدينه المهم زوينه، ولكن انا ما شفتش فراسي عايشه فيها. ديك الساعه رجعنا عاوتاني للطاليان، ولكن رجعنا عاوتاني عند عائلته، حيت كنا خلينا عندهم حوايجنا. يعني حتى الا كنا قررنا باش اننا نمشيو نعيشوا في شي بلاصه، كان خصنا ضروري ندوزو عند عائلته باش نديو حوايجنا نمشيو. كان ديك الساعه كان خصو يصوب سنانو، ماشي يصوب، كان عنده بحال كونترول سنان ديالو، حيت هو كان صوب سنانو في البانيا في تيران. انا كنت باغيه نمشي نشوف سناني نقدهم شي شويه. طبعا سمعت بان البانيا اخص تيرانا فيها داكشي زوين، بحال هي صراحه يعني بحال تقولوا ثاني مدينه بحال تركيا ديال في السنان، في عمليه التجميل، في زراعه الشعر، في داكشي كله. قال لي هو ريكاردو، قال لي عرفتي شنو، قال لي انت باغيه تصوبي سنانك وداكشي، علاش ما نمشيوش معاهم لتيرانا ونيت منها نتسارى ونشوفوا واش مدينه زوينه. والديه كيحماقوا على تيران، كتعجبهم بزاف. انا سمعت البانيا في الاول، كنقولوا دابا انا شنو نمشي ندير في البانيا. انا كنسمع البانيا في شكل، ما نكذبوش على الله زعما البانيا انا شنو نمشي ندير فيها، مدينه باينه بلاد في شكل، الناس في شكل. المهم كانت عندي فكره خايبه على البانيا. قلت صافي ماشي مشكل، نمشي نصوب سناني ما عنديش مشكل.
مشينا لألبانيا لتيرانا، بان لي الجو زوين، الناس بانوا لي ظريفين، فيها هي الطبيعه بزاف. هي واخا مدينه كبيره ولكن ماشي من داك المدن الكبار اللي كيخلعوك. يعني مدينه كبيره واخا هكاك الناس مرتاحين، ما كاينش ستريس، ما كتحسيش بالناس بانهم عايشين حياتهم غير خدامين والتكرفيس كاين بنادم كيجري هنا بنادم كيجري هنا. بالعكس الناس مرتاحين تما بزاف. هادشي اللي لاحظت صراحه اول حاجه. ثاني حاجه لاحظتها كيف ما قلت لكم الطبيعه، عندهم الخضره بزاف، عندهم داكشي زوين. والمدينه ملونه يعني بالديور ديالها، حيت هما معروفين بالمباني ديالهم باغيين يديروهم بحال الرسم كيرسموا عليهم. انا جاني داكشي زوين، مع انا كنحماق على شي حاجه سميتها الفن. ريكاردو حتى هو عجباتو. المهم صافي هي هذيك صوبت سناني، يعني كنت حيدت 3 وصوبت غير الدروس ديالي اللي كان خصهم انهم يتعمروا ولا هذا. كنت حيدت واحد الدرسه حتى هي حيدتها. المهم الا كنتو باغيين شي ستوري تايم على هذا الشيء هذا، يعني القصه سناني كي درت صوبتهم في البانيا، قولوها لي في الكومنتس. ولا وصلتوا لهذا الحد ديال الفيديو ديروا لي قليب في الابيض. والديه كانوا مشجعينه بزاف باش انه يمشي لالبانيا. قال لي مانا شنو بان لك، واش نجيو هنايا زعما نعيشوا فيها غير شي شهوره، الا عجباتنا هي هذيك، الا ما عجباتنا صافي زعما نمشيو بحالنا. انا قلت له الصراحه المدينه زوينه عجباتني، الناس ظريفين، مدينه نقيه ما فيها ستريس، المدينه مأمنه بزاف. قلت له عرفتي شنو نجربه. هي هذيك. رجعنا مع والدي عاوتاني للطاليان، جمعنا حوايجنا، رجعنا والديه تما جلسوا، وحنايا رجعنا بحالنا لتيرانا البانيا. ما بقينا كنقلبوا على الدار فين نسكنوا فين نكريو فين هذا. ما مشدينا واحد الدار مده ديال عام يعني الكونطرا ديال عام. قلت انا ماشي مشكل، يعني حتى كان عام ماشي مشكل. كان عندي مشكل واحد اللي كان هو ديال الفيزا ديالي اتسالى. ديك الساعه كانت الفيزا ديالي تسالى في شهر 8. يا حريره هادي يا ربي. المهم ريكاردو واخا طلياني خاصو يجلس تما واحد الفتره تقريبا شي 3 شهور، خاصو يرجع لبلادو ولا يمشي لبلاصه واحده اخرى. مع المده حتى هي يمكن 3 شهور ولا 6 شهور، ما عقلتش الصراحه، وخاصو عاد يرجع لالبانيا. هو كان داير شركه تما، يعني بامكانه يقاد الوراق ديالو، قاد الفيزا ديالو، يعني مده عام 3 سنين. كنا حنايا ديك الساعه صوبنا الوراق ديالنا في الطاليان، ماشي صوبنا الوراق ولكن كنا درنا سجلنا الزواج ديالنا في الطاليان. بعد كان خصنا ناخذ رونديفو ديال الفيزا. صافي هي هذيك جا اللحظه ديال رونديفو الفيزا. راني كنت درت فيديو حتى هو هنايا الا بغيتو تشوفوا فاش مشيت للطاليان. ريكاردو فاش كنا غاديين للطاليان يعني باش ناخذوا الرونديفو الفيزا، مشينا لباري. ريكاردو كنحسبوا بانه في نفس النهار حنايا رحنا غادي ناخذوا الفيزا، ولا غادي يديروا معايا رونديفو ديك الساعات، يعني غادي يديروا معايا مقابله، ما عرفتش شنو كيديروا. المهم انترفيو اي ثينك. بلا ما نطول عليكم، فاش مشينا عطاونا الرونديفو في التالي ديال العام، هذا العام هذا 31 شهر 12. انا قلت صافي ماشي مشكل، انا الفيزا ديالي غادي تسالى في شهر 8، يعني الا بقيت في البانيا ما عنديش كي غادي نرجع للطاليان. وانا في الطاليان كانوا عطاوني واحد الورقه باش انني نجلس في الطاليان واخا الفيزا ديالي تسالى، يعني بامكاني نجلس تما ليغال نخدم، يعني تقريبا عندي الحقوق بحال الجنسيه ديال الطاليان. بامكاني نجلس زعما في الطاليان، هي ما نقدرش نخرج بداك الورقه ولا نسافر بها، يعني صافي خصني نجلس في الطاليان. ريكاردو عنده خدمته في البانيا، يعني كيفاش نديرو؟ انا الصراحه تخروت، ما عرفت ما ندير، حيت بقيت جالسه كنفكر كنقول دابا من اللي جلسي نتيا في الطاليان الله يستر الا وقعت شي حاجه لعائلتك ولا خصك ترجعي غتبقاي في المغرب. ريكاردو خصو مره يجي عندك ولا ما يقدرش يجي ديك الساعه، ما عرفتش الصراحه. قلت يعني انا محطوطه في واحد الموقف اللي لا يحسد عليه كيف ما كيقولوا. صافي في التالي قررت باش انني نرجع معاه لالبانيا وغادي نشوفوا الحل. واحد الحاجه واحده اخرى ما قلتها لكمش، حنا راه نورمالمون كنا باغيين نديرو عرس في شهر 4 غنديروه في الطاليان. كاردو خلص لافونس للقاعه، يعني اللي عندهم تما هي ماشي قاعه دايره صراحه بحال الفيلات ديالهم ديال الطاليان، كيكونوا شي شويه تقليديين. انا عجبني هذا. عندنا مشكل ديال اننا لا مشينا في شهر 4، يعني انا مشيت في شهر 4 للطاليان خصنا نخلصوا واحد 2 ديال المليون. هذا مشكل واحد اخر، هذه هضره واحده اخرى تنوصل داك اللحظه ونعاود لكم القصه شنو وقع. فاش رجعنا لالبانيا ريكاردو
كان في البروسيجر ديال انه كيصوب الفيزا ديالو في البانيا. انا قال لي انتيا نشوف ندير لك الفيزا ديالك ديال البانيا معايا، يعني بحال هو يكون ضامنني، يعني هو في البانيا. هذاك الشيء درنا الوراق، عيط المحامي، واحد المحامي صاحبه تما، عيط له، درنا الورقات هذه صافي صيفطنا داك الورقات مع البوليس، ما عداوهم شي بلاصه واحده اخرى، قالوا لنا فاش وجدوا راه غادي نعيطوا لك في التليفون. صافي انا بقيت حاضيه داك التليفون، حاضيه انا كنقول ويلي شهر 7 مشى، حنا في شهر 8 وانا في شهر 8 تسالي الفيزا ديالي. انا صافي تخربقت، ما نكذبش عليكم، انا ما كنحملش ندير شي حاجه اللي ماشي قانونيه. كيعجبني ورقاتي يكونوا كلهم مقادين كلشي، وهذا يمكن شبهت البابا في هذه القضيه. انا بقيت حاصله تما كنشوف انا وريكاردو الصراحه كنوقع بيناتنا بزاف ديال المشاكل، يعني كنتغنوا في هذه نتغنوا في هذه، يعني كاي كوبل في واحد اللحظه اللي انا وياه صافي تخربقوا علينا الامور، وقال لي عرفتي شنو صافي يلا طولوا علينا هكا، يلا رجعوا للطاليان، يلا نديروا هذه انا كنشوف انا السيد هو اصلا صراحه ما عندوش كاع داك الفكره باش انه يمشي يعيش في الطاليان. قلت انا هو باغي يمشي لتما عليا، انا قلت له عرفتي شنو خلينا نسينا واحد شويه على ما يجاوبونا ونشوفوا بعدا يجاوبونا، باغي يجاوبونا. هذا النهار مثلا لا غدي لي انا كنت تسالي الفيزا ديالي، هما يعيطوا لي معنا انا راه الفيزا ديالك راه وجدات هكا، قلت لي الفيزا ديالك وجدات، هضرت معايا بلونجلي. قلت انا فرحت عجبني الحال. لا غدي ليه مشينا لداك البلاصه نيت اللي دفعنا فيها الوراق، مشيت عند السيده عطاتني الوراق، انا خارجه فرحانه عجبني الحال، شديت الفيزا ديالي الالبانيه صافي نقدر نجلس، يعني ما وقع حتى شي مشكل. نقول لك كادو سيني خلينا بعدا نشوفوا الورقه لا دات شنو فيها شنو هذا، وحنا نشوفوا بانهم ما عطاونيش الفيزا. نقول لكم تعطلوا علينا شهر وتعطلوا شهر. انا تخربقت، عطاوني في داك الورقه بانني في داك النهار هذاك انا خصني نمشي بحالي، خصني نخرج من البانيا. ريكاردو كيشوف فيا، انا كنشوف فيه، هضرنا مع السيده قلنا لها كيفاش زعما ماشي واش معقول، زعما واش خليتونا حنايا حتى لاخر اللحظه حتى تقول لنا خصنا نمشي، هي الفيزا ديالها تسال هذا النهار وانتم كتقول لها بانها خصها تمشي تخرج هذا النهار، ما عندها لا كدير تمشي للطاليان، ما عندها كدير زعما تمشي للمغرب وترجع، يعني كحاله يرثى لها. صافي هذه بقينا كنشوفوا، قلت له لا راه خصها ضروري تمشي بحال هذا النهار وهذا قلت له حتى لا بغيتي تعاود لها الفيزا زعما مره اخرى راه خصها تخرج من البلاد، يعني ما خصهاش تكون في البانيا. تخيلوا معايا ان بنادم راه ما كيتسوق لك، يعني شي من المرات هذوك راه ما كيتسوقولكش. انا مخليني حتى لاخر النهار وعاد بقينا جالسين نشوفوا انا وياه لي فول باش انا نمشي للطاليان. صافي بقينا وياه كنشوفوا ما جامعين لا حوايجنا لا والو، مخربقين في الدار، مازال الكرا ديال الدار مازال ما مكملينش عام، يعني داك الفلوس اللي خلص ريكاردو ديال ان خصك شهرين تسبيق قبل قدروا انهم ما يرجعولوش داك الفلوس. بقينا حاصلين انا وياه كيشوف فيا كنشوف فيه. قلت له عرفتي شنو راه ما يمكنناش اننا نمشيو هذا النهار، يعني حتى لا بغينا راه ما عندناش كنديروا باش اننا نمشيو، شنو نخليو حوايجنا هنا وكلشي هنايا باش نمشيو، ما عندنا كنديروا. صافي هو خدمته تما، حصلنا واحد الحصله ديال صافي هذيك قررنا باش اننا نبقاو. يعني انا حرقت في البانيا، انا كنت حارقه في البانيا عبد الله اللي اسمها هذه ضحك عليا، ضحكوا بغيتو تضحكوا ولكن انا ما ديتهاش بداك الطريقه، ديتها على انني غادي ناخذ هاد الوقيته هذه باش اني نخدم على راسي، باش انني ندير داكشي اللي باغيه على ما يحن الله، ونشوفوا ديك الساعه شنو نديرو. هذاك الشيء بقينا جالسين تما. انا طبعا كنت بخلوعه بزاف، ما كنخرجش معايا الباسبور ديالي حيت يقدر يوقع شي حاجه، الله اعلم يشدك شي واحد ولا كذبش عليكم. انا البانيا زعما كبلاد ما كانتش كتهمني، يعني وقع اللي وقع شنو كاع شنو لا شديتوني شنو ترجعوني للمغرب سعدات رجعوني ما عنديش مشكل. ولكن ما كناش واجدين باش ان نرجعوا في داك الدقيقه، ما كناش واجدين باش نرجعوا. ريكاردو داير اليدين والرجلين على حساب رونديفو اللي عندنا في شهر 12. كيعيط المحاميه من هنا، كيعيط المحامي من هنا، والديه حتى هما مساكن خدامين معنا في الطاليان. قالت له وحده باش ان عندنا حل واحد، الا ما لقاش كيدير يرجع للطاليان غادي تقدر انها رونديفو غادي تطولو، مثلا تخلي رونديفو تطولوا له، ماشي ما تقدرش انها تعطيه رونديفو واحد اخر ديال الفيزا ديالي في المغرب، هذه ما يمكنش، ولكن بامكانها يعني تطول رونديفو. ما عجبنيش الحال في واحد الحاجه وحده، هي انني حسيت براسي ضيعت وقت واحد شويه، ولكن في نفس الوقت لا، حيت بها باش بنيت شي شويه السوشيال ميديا، بها باش بقيت مركزه بزاف على السوشيال ميديا. راه طلع انا كان عندي 2000 فولورز في انستغرام، راه دابا تبارك الله راه الناس طلعوا بزاف، يعني هذا الشيء في مده اللي قصيره، حيت انا صافي قلت منال هاد البلاد هذه تجلسي فيها هنايا غادي تحل بيها صافي. هاد الايامات الاخيره هذه فاش قررنا نرجعوا للمغرب، شفنا بان صافي داك المدينه داك البلاد ما بقاتش كتعطينا حتى حاجه،
وحنا بقينا كنعطيوها حتى حاجه، يعني ما كانش عندنا علاش نزيدو نجلسوا. وبالعكس قلنا نرجعوا دابا منها نشوفوا البروسيدور ديال رونديفو ديال الفيزا. انا يقدروا يعطوني شي فيزا يعني يقدر مؤقته باش اني نمشي ندوز رونديفو ديالي تما، هذه مزيانه. وحتى لا ما كانش لحد الان ما لقيت زعما تا رونديفو اللي نقدر نشدو دابا، ولكن ما دايرينش زعما راسنا فيه بزاف. لحد الان عجبنا جالسين في المغرب. انا شي شويه حسيت براسي رجعت فيا الروح، ما نعرف سبحان الله، غير حتى الماكله حتى الناس كلشي كيقول لك انا باغي نخرج من هذا المغرب، ما بغيتش نبقى فيه. محقق كنقول حتى حاجه انا، ولكن واخا هكا كانت صراحه توحشت المغرب، توحشت بلادي، يعني الجو كي فيها، عائلتي حدايا، عائلتي ارتاحوا بزاف فاش صافي عرفوا بانني رجعت، عرفتي ارتاحوا بزاف. غير باش نقول لكم نعاود لكم القصه ديال المطار. فاش غاديه انا للمطار غادي نخرج بحالي، كنت غاديه من المطار لالبانيا لتركيا، وعاد من تركيا غادي نرجع للمغرب. كنت رعد هاك، ما كتبانش فيا الترعيد، كنت رعد من الداخل. غادي انا هزه داك الورقه ديالي اللي باش ابلاي زعما الفيزا وكل شيء. ريكاردو ما بغاش يمشي للجهه الاخرى، حيت ريكاردو عندهم بلاصه وحده اخرى ديالهم الاوروبيانز، يعني كيمشيو لوحده اخرى باش كيخرجوا يعني من عند البوليس. انا لا، انا عندي من داك الجهه. البوليسي قال له لا ما عندكش انت تما، قال له لا مراتي بغيت نجلس معاها. صافي هذاك شاف وراقنا، شاف الباسبور، عرف بان الفيزا ديالي انا كانت سالات. قالنا واش طلبتوا شي فيزا ولا شي حاجه عندكم هنايا؟ ريكاردو وراه الورق، قال له راه اييه طلبناها ولكن ما عطاوهالناش. المهم بوليسي ما قالنا حتى حاجه، عطانا ورق ديالنا، ما قالنا عندكم بينالتي، لا ما تدخلوش، ما عندكمش الحق تدخلوا الالبانيه مره اخرى، ما قالنا حتى حاجه. قلنا صافي باي. انا بقيت دايره في ريكاردو هكا، تصدمت حيت كنت متخيله بزاف د الحوايج. اقل حاجه اللي شفتوني في شي مكتب ولا شي حاجه بقاو يسولوا فيا شنو جلستي هنا، علاش جلستي، المهم داكشي ما وقعش كاع. صافي فاش خرجت انا من تما عيطت لعائلتي وداكشي. المهم عاد ارتاحوا هما. الغلط الصراحه كان ديالهم شويه، حتى هما خلاوني يعني حتى اخر النهار عاد قال لي بان الفيزا صافي ما تقبلاتليش، يعني الغلط ديالهم ما عجبنيش الحال. وها حنا دابا في المغرب. انا عجبني الحال هنا، كذوب على الله حرام. غير هي كنت انا مولفه في المغرب، يعني عندي خدمتي عندي كل شيء، ولكن دابا عندي خدمتي، يعني خدمتي هي السوشيال ميديا، يعني هذا الشيء اللي مركزه عليه كما قلت لكم. عجبني الناس هنا، كيعجبني الحال فاش كيجيو الناس يسلموا عليا، ما نكذبش عليكم كيعجبني الحال بزاف. يعني لحد الان احنا هنايا. اذا كان كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات ما تنساوش تقولوها لي، وراه عارفه بزاف ديال الناس منكم مازال كيستناو الفلوق ديال ماروكو. اوكي غير هاد الايامات هادي راه حنا شويه مخروضين، حيت خصنا نلقاو الدار، خصنا نلقاو كرا، خصنا نلقاو بزاف د الحوايج. داكشي علاش ما قديش انني ندير لكم فلوق، ولكن ساينوا عليا راه مازال غادي ندير لكم فلوق. الله ولي في راسكم، كلوا مزيان، نعسوا مزيان، شطحوا مزيان، ضحكوا مزيان، ونتلاقاو مره اخرى في فيديو واحد اخر. بسلامه.